أرحككم لأنه الليلة الوصفة سودانية 100%، ولا حتى فيها إن هي نسبة من اليونانية ولا الأرمنية ولا المصرية ولا الإنجليزية. قراصة التمر أو قراصة البلح السودانية بتكون ريحتها رهيبة، معمولة بالسمنة وتغمزة بالعسل أو بالطحينة، زبدة السمسم السوداني، سمسم القضارف، وكمان دبس القصب، العسل الأسود حق القصب، رهيبة جدا جدا. تغمس فيها، تكون يا دوبك يعني مطلعة من الصاجة وتاكلها طوالي هي وسخنة، رهيبة جدا جدا. والتمر فيها بديها طعم مميز. ودي وصفتي وعلى طريقتي. أول حاجة كوباية من البلح اللي هو الطري زي العجوة كده المجدول، بطلع منه النوى. ممكن تقلوا كمية البلح بس على ما بنطلع منه النوى بقل الكمية شوية. وشايفين هو كيف طري، وبس بقطعه بيديني لأنه طري جدا جدا، ما بتحتاج تقطعوه بأي سكينة. عليه ملعقة كبيرة من السكر وكوبايتين دافيين بحرارة دمع العين. إضافة من عندي بضيف ربع ملعقة صغيرة من القرفة المسحونة